صباح الخير سيدي، تحية ليك ولكل مشاهديكم الكرام. نعم، شكرا لك على تلبية الدعوة. إذا مرة أخرى من منبر إعلامي، أبواق فرنسية تتهجم على الجزائر تاركة كل مشاكل فرنسا وفضائحها. نتكلم عن هذه الجزئية وعن هذه البرقية، برقية وكالة الأنباء الجزائرية. أنا أعتقد أن البرقية جاءت بعناوين كبيرة وبكلمات منتقاة بشكل جيد وبلغة الصرامة وبلغة الوضوح. عندما تتكلم وكالة الأنباء وتقول بأنه عليكم بأن تخرجوا كل ما لديكم من ضغوطات ومن تهديدات تجاه الجزائر، نظن هذه لغة كانت صارمة مقابل ما تم تسريبه من معلومات خطيرة جدا فيما يتعلق بتجميد الوصول للمسؤولين الجزائريين، وهذا تطور خطير في تاريخ العلاقات الدولية الفرنسية الجزائرية وحتى على نعم. السؤال مطروح أستاذ علي ربيج، لماذا لا تتجه فرنسا إلى القنوات المعمول بها، وأقصد القنوات الدبلوماسية وكذا الجهات الوصية، على عكس الجزائر التي تستعمل دائما دبلوماسيتها للتدخل في هذه الأمور؟ لأننا أمام حالة صراع وخلاف داخلي فرنسي، لأننا في حالة تجاذبات داخلية فرنسية بين وزارة الداخلية، بين وزارة الخارجية، وبين قصر الإليزي. الجزائر ترد على التسريبات الفرنسية بعبارة مفهومة وكذا يعني مباشرة، قالت تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه. يعني قوة هذه العبارة للأطراف التي توجه لها الجزائر هذه يعني الكلمة وهذا الرد. الرد كان واضح: اخرجوا ما عندكم من اوراق، من عقوبات، من وعيد. تكلموا عن الملف الهجرة، والآن فرضوا تأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وهذا خرق للأعراف وللعلاقات الدولية والدبلوماسية. الآن يتحدثون عن تجميد الأصول البنكية لأصحابها، وهم ليس بالضرورة يمثلون الدولة الجزائرية. يعني من حق أي جزائري يفتح أرصدة حساب بالعملة الصعبة في فرنسا. أستاذ علي ربيج، ربما هذه هي يعني الفكرة التي لا تستوعبها هذه الجهات وكذا فرنسا اليوم، أن الجزائر الأمس ليست الجزائر اليوم. نعم، لأنه للأسف شديد، ونقولها بمرارة كرجل سياسي وكأستاذ العلوم السياسية، أن العلاقات الفرنسية الجزائرية مرت بمراحل متفاوتة كانت فيها في غالب الأحيان الكلمة الطولة للطرف الفرنسي. إذن قنوات فرنسية يعني تتناول موضوع الجزائر كل مرة، وفي هذه المرة تحدثت عن تسريبات جد مهمة، وهي يعني عبارة عن مزاعم من هذه الأطراف لا تستند إلى أي دلائل، بل هي تقريبية وعشوائية. يعني غايتها ما هو الغاية من هذه الوسائل أستاذ؟ الغاية هي التشويش وخلق البلبلة. الغاية هي محاولة بعث رسائل تشويشية على مستوى الرأي العام الجزائري من جهة أخرى، ومن من جهة القضائية، النفور القضائي من طرف فرنسا تجاه الجزائر. يعني نتحدث عن هذا الغياب، حيث أشارت وكالة الأنباء الجزائرية أن هناك طلبات من الجزائر متكررة بتسليم العديد من الأشخاص المدانين بالفساد وكذا في قضايا تبديد ونهب الأموال العامة، دون أن تجد أي رد من الجانب الفرنسي. لماذا يا أستاذ علي ربيج؟ هذه هي الحقيقة المغيبة في الإعلام الفرنسي. هذه هي الحقيقة التي ترفض المحطات التلفزيونية الفرنسية أن تستضيفنا كضيوف. إلى متى ستستمر هذه الاستفزازات الغير مسؤولة؟ هي في الأصل استفزازات غير مسؤولة، معروف هذا الأمر. والجزائر ذكرت فرنسا أكثر من مرة بأن هذه الأساليب لا ترتقي إلى مستوى العلاقات الجزائرية الفرنسية. شكرا لك أستاذ علي ربيج، المحلل السياسي، على كل هذه التفاصيل فيما يخص موضوعنا لظهيرة اليوم. شكرا جزيلا لك.